عمر، زرناه البارح ولقيناه بخير. تيفرح بينا من كنزورو، لان بالنسبه ليه هو نظرا للعزله اللي كيعيشها فتيعتبر هذه الزياره هذه بحال العيد عنده. زرناه ولقيناه بخير عليه، ناشط مزيان فرحان. تيدوز السجن ديالو بكل صبر، هذا التوازن ديالو يحافظ على الصحه ديالو، وهو بالنسبه له لا يراهن على اي انفراج، يعني نظرا لان ما يسمع في التلفزيون والى اخره من تضليل وتطبيل والى اخره، بان الوضعيه الحقوقيه المغربيه وضعيه عاديه جدا، وانه حنايا ما عندناش انتهاكات حقوقيه. هو نظرا لهذا الشيء اللي كيشوف قد تيشوفوا في التلفزيون اللي عنده تما في الزنزانه ديالو، تيقول ان السلطه ما بغاش تفهم النداءات ديال العالم والنداءات ديال المواطنين وديال الحركه ديال المجتمع السياسي والمدني في المغرب، الذي يطالب بشكل كبير باحداث انفراج الى اخره، ولا يصدق هذا الكلام وما تيحسش به انه غادي يجي. انا كنحس به غادي يجي، لان ما يمكنش المغرب بالحجم ديالو بالتاريخ ديالو يقدر يبقى عايش بهذه الوضعيه هذه. فاكيد ان ماشي غير مجرد امال، ولكن هو مساله حتميه، ان الخروج من هذه الوضعيه مساله حتميه. تيصبر بزاف وتيحافظ على صحته، تيحافظ عليها مزيان، وعنده واحد الخاصيه عمر، عنده واحد الجاذبيه تيخلي الناس يحترموه، تيفرض الاحترام ديالو من طرف الاداره ومن طرف، وعنده وضع مزيان حقيقه، باش ما نكونوش عدميين، بل عنده دابا وضع بعض الاستفزازات والى اخره، ولكن عالجناها بسرعه بالمقاومات ديالنا والى اخره. ففعلا عمر الان مزيان حقيقه، حنا كنصبروا شويه ملي كنبقاو هكذا، كنحاول كنترخفوا شويه، ما كنبقاوش مشغولين عليه. قضيه الانفراج السياسي هي مطلب مجتمعي، ليس فقط من اجل عمر وسليمان وتوفيق وعدد ورضا وعدد الزيان وعدد ديال المعتقلين، ولكن من اجل صوره البلاد، لان هذه الوضعيه هذه وهذه الرده الحقوقيه جرت على البلاد واحد الغضب كبير على المحيط ديال المغرب، الاصدقاء ديال المغرب والشركاء ديالو الدوليين والى اخره. المغرب كان في حضن العالم وكان عنده علاقات مزيانه مع مجموعه ديال الدول، ولكن المغرب الان كل المحيط ديالو ولا معزول ولا عايش بهذه العزله هذه بسبب هذه الرده الحقوقيه. فإلا خدينا مثلا تصويت ديال البرلمان الاوروبي اللي قرار اللي كيدين هذه الرده الحقوقيه وهذا القمع ديال حريه التعبير، وخذ المثال ديال عمر، فلانه فعلا هذه هو بناء على ماذا؟ باش تدخل في البلاد، وانما هو بناء على ما مشاركه، يعني شراكتنا مع هذه الدول ومع هذه الكيانات القاريه هي شراكه فيها شروط معينه، فنحن نستفيد من مساعدات مهمه جدا ومن دعم مهم جدا من طرف الاتحاد الاوروبي ومن طرف البرلمان الاوروبي، وبالتالي كاين اتفاقات، يعني كاين التزامات ديال حقوق الانسان والاحترام ديالها، هي مساله كونيه. فالدول الاوروبيه عندها التزامات مع الشعوب ديالها، وهذه الالتزامات هذه كتفكر فيها، وما يمكنش المجتمع المدني ديال هذه الدول، المجتمعات المدنيه ديال هذه الدول، انها ترضى بان الدول ديالها كتدعم الاستبداد وكتدعم الانتهاكات ديال حقوق الانسان. فلذلك انا كنظن ان من حق هذه الكيانات اللي عندنا معها شراكات انها فعلا تنبه المغرب وتقول له انك راك نقدتي هذه الاتفاقات اللي بيناتنا، وبالتالي خص البرلمان، خص المغرب يدير مجهود كبير في اتجاه الالتزام بالاتفاقات مع الدول التي يشترك معها في عده قضايا. فحفاظا على المصالح الاستراتيجيه ديال المغرب، اعتقد ان السلطات عليها ان تحترم هذه الالتزامات، وهذا هو اللي كاين لحد الان. وكاين غضب كبير كذلك الان، كاين فضيحه كتحدث للمغاربه. فحداد اللي هو رئيس ديال اللجنه البرلمان ديال المغربيه المشتركه مع البرلمان الاوروبي، قال هكذا في واحد الحوارات على انه هو وقف 3 ديال القرارات لصالح عمر راضي، قالها هكذا، وهذا اعتراف بما تتهم القضاء البلجيكي، ما يتهم القضاء البلجيكي الدبلوماسيه المغربيه. اعتقد انه هذا الوقت هذا خص السلطات المغربيه
فعلا من الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه البروتوكوليه والدبلوماسيه انه يجب ان يلتزم مع العالم لكي يفرض احترامه. لا احترام لدولة تخترق معاهداتها واتفاقاتها، تخرق معاهداتها والتزاماتها. فهذا الشيء اللي كاين في خاص المغرب الان. بالنسبه للانفراج كما قلت هو انفراج سياسي ستستفيد منه الدوله، ستستفيد منه السلطات، لان اسهل واقل كلفه هي اننا ملي تخرج عباد الله من السجن الكلفه كتكون هابطه بزاف ونازله، ولكن ملي كتستمر الكلفه تزداد ارتفاعا. وحنا دابا وصلنا في هذه الوضعيه ديال المغرب في ازمه عميقه جدا. الخروج منها لا بد له من قرار سياسي شجاع وتغيير في السياسه الان المحليه، في السياسه الوطنيه، تغيير شجاع وعميق جدا كيحسم مع هذه الوضعيه هذه وكيحبس هذا التضليل والتدليس على الشعب المغربي، ويحبس لنا هذا التشهير اللي طالق علينا هذا سميتو هذا الذباب الصحفي الرسمي اللي كيشهر بالمراسلين وكيشهر بالكفاءات الوطنيه. حنايا في المغرب عندنا تجربه تاريخيه غنيه جدا، كانت فيها انتهاكات جسيمه، ولكن انتهت في نهايه المطاف بمصالحه، انتهت بهيئه الانصاف والمصالحه، وهذه تجربه رائده ورغم اننا نعتبرها لم تكتمل ولكنها فعلا حققت احساسا، خلقت واحد الاحساس، واحد الشعور بالامان وبالحريات والى اخره. وعشنا واحد اللحظه، واحد السنوات، واحد الانفتاح ديال الحريات، وكان الاعلام مزيان غادي والى اخره. شويه حصل انقلاب على كل هذه المكاسب. فنحن الحل البسيط جدا والسهل هو احياء هذه المصالحه، احياء هيئه جديده لغلق هذا المجال هذا، لغلق هذه المرحله هذه، وطي هذه الصفحه البائسه وفتح صفحه الحريات وصفحه التنميه وصفحه التقدم الى اخره. وحنا قدها، حنا قد هذه المساله هذه. خصنا غير السلطات تفهم ان هذه المتطلبات هذه المرحله في ظل ما يعيشه العالم. وشكرا.